مش معنى ان انا وابوك شقينا في تربيتك وبذلنا مجهود حقيقي نحترم عليه وان الدنيا تلاهي ان احنا نعيش في ملاهي. انت بتقول ايه؟ بقول اللي بقوله. ابسط حقوقي ان انا اطمن عليكي، واثق فيكي وكل حاجه، بس ابقى عارف بقى انت نازله مع مين وجايه مع مين ومين صحباتك البنات. طلعي موبايلك وريني صحباتك البنات واحده واحده بالاسم. مش فاهمه. اتفضلي، ما فيش عايز نقاش بقى، عايز اطمن عليكي، ده الاهم والافيد من الهري والرغي. ما شاء الله. مين دي؟ نانسي. نانسي فعلا. دي بقى نانسي اللي انت رايحه وجايه معاها وخطيبها وعماله تختار لهم ديكورات الشقه والستاير والحاجات وعامله لي فيها اباني، صح كده؟ ما هي مش مخطوبه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. نانسي مش مخطوبه اصلا يا ستي، زلت لسان، ما كانش قصدي اقول خطيبها، كان قصدي اقول صاحبها، بس اتلخبطت عادي بتحصل. ما هي مش مصاحبه برضه. حلوه قوي 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 قوي، مش مصاحبه. بس واضح ما شاء الله من الصوره ان نانسي شكلها كبير، ما شاء الله، الله اكبر يعني، ودي حاجه ما تضايقنيش خالص، بالعكس. بس في لغز. ليه واحده عندها 27 سنه تبقى مصاحبه واحده عندها 20 سنه؟ في حاجه ورا ده. ما هي عندها 22 عادي. اللهم صل على سيدنا محمد. 22 سنه يعني كده الفرق هيبقى مظبوط بالظبط، يعني حاجه شيك قوي. فرق ايه؟ انت بتعمل اخرسي بعد اذنك، اخرسي. هو انت تصاحبي اللي تصاحبيه وترجعي مش عايزانا برطم حتى؟ برضه 22 سنه وانت 20، يعني ما كانتش معاكي في الفصل، ما كانتش معاكي في الجامعه، مش قدك، ساكنه في اخر الدنيا. ايه بقى سر الصداقه الغريبه مع نانسي ده؟ اخر الدنيا ايه؟ جنبنا في الرحاب. حلو قوي قوي، كنت حاسس ان ربنا يسهلها في المره دي الرحاب. يسهل ايه؟ خليكي في حالك بعد اذنك، انا عارف انا بعمل ايه كويس، انا ولد افهم احنا بنفكر ازاي خليك في حالك. انا ما عنديش مشكله في اي حاجه، وحده وطنيه وكل حاجه، وكنا مسلمين ومسيحيين، دي حاجه بينا وبين ربنا سبحانه وتعالى. لكن انتوا قبل كده نزلتوا يوم الحد، صح ولا لا؟ اكيد نزلتوا يوم حد، يعني ما راحتش الكنيسه، يعني مش متدينه. هنا بقى نقلق على اختي. كنيسه اسمها نانسي احمد. اللهم صل على النبي، كنت قلقان قوي من الحته دي. قلقان من ايه؟ خليكي في حالك بعد اذنك، دي حاجات ما تفهمهاش انت. هي نانسي احمد على الانستجرام برضو، ولا هي بقى غامضه ومش مفهومه ومش سالكه، وهنا حاجه وهنا حاجه وكل حته بوش؟ نانسي احمد على الانستجرام وعلى الفيسبوك برضه نانسي احمد في كله. مش هسال بقى هي مجموعه كام في الرحاب، انا كده كده برضو ايه معايا قال لو انا اتنزلت بقى عشان اطمن على اختي اكتر، اقرب لدماغ البنت اللي هي مصاحباها دي، وحاولت اتصل بيها واتنزلت وقلت هكلمها على 012 وانا 010، هل بقى ده يضايقك انت في حاجه او مخبيه حاجه عليا؟ هي 010 برضه. هي 010 برضه يعني؟ لا لا كده مش معقول، ده كانها مكتوبه لي. مكتوبه. خليكي في حالك بعد اذنك. ست نانسي هانم بقى، هل في مشكله لو انا قررت ان انا اقرب لاخوها واتعرف عليه بحيث نبقى مطمنين عليكم، ولو في مشوار هو يجيبكم، لو انا مش فاضي مش عارف انا اجيبكم، هل ده ما عندهاش اخوات؟ ما عندهاش. لا كده كده دي نانسي ومصطفى، انا شايف الكوشه. انا كنت عايز اطمن عليكي مش اكتر، واطمنت وارتحت. خلي في بينا مساحه صداقه بعد اذنك طول الوقت. انت زعلانه مني في حاجه لو كنت انفعلت عليكي او حاجه؟ لا خالص. اتفضلي روحي شوفي مذاكرتك، شوفي وراكي ايه. يلا اللهم صل.